في حر الصيف اللي احنا فيه ده الشياكه عند معظم الرجاله بتاخد اجازه، طموحك بقى بيتحول من ان انت شكلك يبقى شيك لانك بس تكمل لاخر اليوم سليم ومش مفرد من كتر الحر. الحقيقه ان الحر مش هو المتهم الوحيد في القصه دي، جزء كبير من المشكله بيكون في اختيارك لللبس وانت مقتنع انك بتعمل الصح، لان في حاجات ممكن شكلها يبقى ممتاز قدام المرايه لكنها مش معموله اصلا ليوم طويل في الشغل او في الشارع. وده طبعا مش معناه انك لازم تختار ما بين شياكتك وراحتك، انت بس محتاج تعرف ايه اللي ينفع مع الحر وايه اللي هيقلب ضدك بعد ساعتين. وعشان كده في الفيديو ده هقول لك على اكتر 7 غلطات بنقع فيهم من غير ما ناخد بالنا واحنا بنختار لبس الصيف، والاهم من كده تتفاداها ازاي وتختار حاجات مناسبه ليومك من غير ما تضحي بشياكتك ولا راحتك. اول غلطه بتعملها انك بتختار الوان مش مناسبه لحر الصيف اللي انت هتقابله طول اليوم. وعارف انك اول ما هتسمع الوان الصيف هتقول لي ما احنا عارفين الفاتح للصيف والغامق للشتاء، بس الموضوع مش مجرد الابيض شكله صيفي والاسود شكله شتوي، في فعلا سبب هيخليك تحس بفرق ما بينهم. لما ضوء الشمس بينزل على هدومك القماش بيعكس جزء منه وبيمتص الجزء الثاني، الجزء اللي بيمتصه ده بيتحول لحراره، ومعروف ان الالوان الفاتحه بتعكس الضوء لكن الاسود والكحلي والرمادي الغامق بيعملوا العكس. عشان كده هتحس ان القماش نفسه بيسخن اسرع على جسمك وانت واقف في الشمس. بس طبعا اللون مش هو السبب الوحيد، الماتيريال نفسها والفت وحركه الهواء مع القماش بيفرقوا. انت ممكن تبقى لابس تيشرت غامقه خفيفه وتبقى اريح لك من تيشرت لونه ابيض بس تقيل ومكتوم، وده طبعا هيخلي جسمك يسخن ويعرق اسرع، وبقع العرق والاملاح هتبان اكتر وهتبوظ لك شكل اللبس اللي انت لابسه مهما كان شيك. بس ده طبعا مش معناه ان احنا نخزن كل اللبس الاسود والكحلي ونبقى نطلعه في الشتاء. انت ممكن تلبسهم براحتك لو معظم يومك في مكان مكيف مثلا او خارج بالليل، لكن لو عندك يوم طويل وهتتحرك كتير في الشمس ساعتها اوتفيت كله غامق مش هيكون الطف قرار تاخده في حياتك. حاول تخلي الوانك افتح واهدى، يعني مثلا القميص او التيشيرت اللي انت لابسه خليه ابيض او اوف وايت او بيج، ممكن يبقى سماوي بيبي بلو مثلا او اي حتى بيستل كلر هادي، ومعاه بنطلون مثلا تشينو بيج او كيكي او بنطلون اوف وايت او جري فاتح حتى لو انت بتحب تلبس حاجه فاتحه وحاجه غامقه يعني. ويا سيدي خلي الشوز هو اللي غامق او الحزام او الساعه مثلا. حاول تخلي حاجه واحده بس في الاوتفيت تبقى غامقه، بس مش لدرجه ان انت تعمل تحالف مع الشمس ضد نفسك. بس الموضوع مش متوقف على اللون بس، انت ممكن تلبس ابيض في ابيض وتفضل برضه حران وعرقان ومش طايق نفسك، وساعتها المشكله مش هتكون في اللون لكن هتبقى في الماتيريال اللي انت اخترتها على اساس اسمها مش على اساس استخدامها في الحر. يعني مثلا ناس كتير اول ما هتلاقي مكتوب على اي حاجه قطن 100% تشتري وهي مطمنه، وان ده طبعا قطن 100% اكيد مناسب للصيف، بس الحقيقه ان مش كل الماتيريالز القطن صيفي. ممكن القماش يبقى فعلا قطن بس تقيل والنسيج بتاعه مقفول والمسافات بين خيوطه ضيقه فالهواء مش بيعرف يعدي من الفابريك بسهوله وحراره جسمه بتفضل محبوسه جواه. اللي هيفرق فعلا هو وزن القماش وطريقه نسيجه، كل ما كانت في مسافات بسيطه ما بين الخطوط الهواء بيتحرك من خلاله بسهوله اكتر، وده السبب ان الكتان بيكون واحد من احسن الاختيارات في الصيف. بيكون خفيف ومريح وبيسمح بتهويه كويسه، وما تخافش طبعا من كرمشته البسيطه، ده جزء من شكله وطبيعته، ومش معناها طبعا القميص مبهدل. في كمان السيرساكر ماتيريال، عباره عن قماش فيه تموجات بسيطه جدا مش بتخليه يلزق على جسمك، ده غير ان هو طبعا بيسيب مساحات للهواء. لو محتاج حاجه عمليه اكتر في كمان حاجه اسمها بيرفورمانس فابريك، بتكون خفيفه بتساعد على سحب العرق وفيها نسبه ستريتش عشان الحركه ومش بتكرمش بسهوله زي الخامات بتاعه الجيم والتمرين، بس طبعا بتكون اشيك. لو عايز بقى اختيار مختلف للاستخدام اليومي وفي نفس الوقت يبقى شكله اشيك، في خامه اسمها ليوسيل او تنسل، وبتكون ناعمه وخفيفه وطريه جدا، بتكون ممتازه مع الرطوبه، ده غير ان هي بتكون لوس ساقطه على الجسم بتروح وتيجي معاك كده، هتلاقيها في قمصان وبنطلونات كتير ونازله ترند الصيف ده. الماتيريال دي كلها ميزتها انها ماسكه نفسها وبتسمح بمرور الهواء، فبالتالي مش هتخليك تعرق ولا اللبس شكله يتغير عليك عن اول ساعه لبستها فيها. وعموما قبل ما تشتري ما تكتفيش باللي مكتوب على التيكت، امسك القماش وشوفه خفيف ولا لا، وارفعه قدام الضوء شوفه خفيف ولا لا، لكن لو تقيل ومقفول ومكتوب عليه قطن دي مش حاجه لوحدها كافيه ان هي تنقذك. طبعا اختيار الماتيريال المريحه الشيك ملوش اي لازمه لو اخترت الفت الغلط. ناس كتير لسه فاكره ان كل ما اللبس يبقى مظبوط عليها بالملي هيبان اشيك وهيخلي شكل الجسم احلى، ده فعلا ممكن يعدي لو هتلبسه ساعتين في مكان فيه تكييف او مقفول، لكن مع يوم طويل في الحر جسمك بيكون محتاج مساحه تخلي الهواء يتحرك حواليه، والقميص او التيشيرت الضيق بيقفل المساحه دي وبيخليك حاسس ان هو مأيدك مع كل حركه، فبعد كام ساعه هتلاقيه ابتدى يشد عند الصدر والبطن والزراير كانها بتحاول
بتحاول تفضل في مكانها بالعافيه. والبنطلون بقى بتلاقيه بيعمل خطوط مشدوده حوالين الرجل والركبه، فبدل ما الفيت يظبط شكل جسمك هو اللي هيبين ان اللبس مش مقاسك وشكلك يبان ببهدل. كل مره هتقعد او تسوق او تمد ايدك هتحس ان اللبس مش ظابط عليك، والماتيريال الخفيفه اللي انت اخترتها مش هتعرف تساعدك ساعتها، لانك ما اديتهاش مساحه تسمح للهواء يتحرك ما بين القماش وبين جسمك. المساحه اللي انت بتسيبها دي بتعمل حاجه اسمها شيمني افكت او تاثير المدخنه. الهواء بيدخل من تحت اللبس ولما بيسخن بيطلع من فوق ويدخل مكانه هواء جديد، وعشان كده ممكن تحس ان التيشيرت غامقه وواسعه اريح كتير من تيشيرت فاتحه ولازقه على الجسم. طبعا الحل مش ان انت تروح تجيب لبس اكبر منك بمقاسين، لان الواسع زياده هيخفي شكل جسمك ويخلي الاوتفيت مهرول عليك. انت مش محتاج غير ان الفيت اللي هتجيبها تكون ريلاكسد فيت على جسمك، فيها مساحه بسيطه عند الصدر والظهر والكم، والبنطلون برضو يبقى نازل على رجلك بخط نظيف من غير ما يبقى ماسك عليك او سايب زياده. ونصيحه مني، ما تقفش قدام المرايه ثابت وتحكم على الفيت، اتحرك بيه، اقعد جربه، اقعد ومد ايدك لقدام وحط ايدك في جيب البنطلون. لو كل حركه محتاجه منك مجهود ومش مرتاح يبقى ده مش هينفعك خالص في يوم الحر. اكبر غلطه بقى بنقع فيها كلنا كرجاله اننا عندنا قاعده غريبه جدا، اول ما الصيف بيدخل اي حاجه بنص كم ينفع تتلبس في الصيف او الحر بنختار التيشيرت او البولو او القميص عشان شكله حلو، من غير طبعا ما نركز بقى في التفاصيل الصغيره اللي هتخليه شيك ومريح طول اليوم. لو هتلبس تيشيرت مثلا ركز جدا على شكل الياقه، لان الريب بتاعها لو واسع شويه او مكرمش حتى لو التيشيرت غالي هيبان ان هو رخيص. طول الكم طبعا يفضل انه يكون عند نص دراعك مش نازل عن كده، وحاول تركز في البرنتات الصغيره اكتر، لان البرنت الكبيره بتعمل طبقه زياده فوق القماش وبتخلي التيشيرت اتقل. ولو هتلبس نيتد بولو ما تشتريهوش لمجرد التكشر بتاعه شكلها شيك، ركز في الياقه انها تكون محافظه على شكلها ومش بتتني او بتلف لفوق بعد اول لبستين. الريب اللي بيكون عند الكم ده وفي اخر البولو ما يبقاش ضيق زياده عشان ما يتكورش ويبرم التيشيرت لفوق على جسمك. لكن لو هتلبس قميص فالكامب كولر هيبقى اختيار حلو جدا، لان الياقه بتاعته بتبقى مفتوحه وبتدي شكل صيفي اصلا ومساحه اريح حوالين الرقبه. لو القميص بقى بكم طويل شمره طبعا تانيتين، حاول تخليهم قد بعض عشان بشوف ناس بتشمر تانيتين هنا وثلاثه مثلا هنا. حاول طبعا ما تكلكعوش على دراعك. لو هتلبس القميص بره البنطلون خد بالك من طوله، لان القميص الطويل زياده هيأثر شكل رجلك ويبان كانه كبير عليك، وطبعا ده اتكلمنا عليه بالتفصيل في الفيديو بتاع ازاي تبان اطول، هحط لكم في الاي هنا. يعني من الاخر ايا كانت القطعه اللي هتختارها ركز في التفاصيل اللي هتظبط شكلها وتريحك في نفس الوقت. في خلطه بقى خطيره اغلبنا مش بياخد باله منها، وهي الجرومينج والحاجات اللي بنستخدمها للشعر او الدقن في الصيف. يعني مثلا ممكن تكون مظبط لبسك كله بس بتستخدم واكس او كلي تقيل والاساس بتاع مكوناته زيتي، فاول يوم شعرك بيبقى ثابت وشكله حلو، بعد شويه في الحر بيبدا يلمع ويلم تراب ويبقى شكله مدهن بدل ما يكون فريش ويلمع. عشان كده في الصيف دور على منتجات للشعر كريم مثلا يبقى ووتر بيزد، يعني اساسه ميه، هيديك الثبات اللي انت محتاجه من غير ما يعمل طبقه تقيله على الشعر، وهتعرفه من ان هو بيتغسل بسهوله، مش محتاج شامبو كل مره عشان يتغسل. ده غير طبعا ان هو بيكون مكتوب على مكوناته، فمعلش اتعب نفسك دقيقه واقراها وخلي الكريم التقيل الشتاء اكتر. نفس الفكره في الدقن، مش معنى ان الجو حر ان انت لازم تحلقها بالموس، لان لو دقنك طويله وسبتها من غير تحديد هتحس بيها اتقل وشكلك هيبقى مفرهد من غير سبب. ممكن تقصرها شويه، ممكن تحافظ على خط الخد والرقبه عشان شكل وشك يبان انضف واخف. وطبعا الجرومينج مش شعر ودقن بس، لو انت بتعرق كتير لازم تعرف الفرق ما بين الديودرنت والانتي بريسبيرنت. الديودرنت بيقلل ريحه العرق لكن بتفضل تعرق عادي لكن من غير ريحه، لكن الانتي بيرسبيرنت بيوقف العرق نفسه، فاختار على حسب المشكله اللي عندك بدل ما تفضل تستخدم سبراي وخلاص. ده انت ممكن تستخدم شامبو او شاور جل فيه منثول لو بتحب احساس الانتعاش، هو مش بينزل حراره جسمك فعلا لكن بيديك احساس مؤقت بالبروده، لان في الصيف زي ما احنا عارفين شياكتك مش هتكمل بلبس مظبوط وشعرك مدهن. التفاصيل دي هي اللي بتخلي شكلك كله يفضل نظيف وشيك طول اليوم. اكتر حاجه بقى الناس بتتلخبط فيها في الصيف هي طريقه اختيار الشوز نفسه بتاع الصيف. انت بتلبس في الصيف شوز جلد تقيل ومقفول وترجع تستغرب ليه رجلك تعبت او شكل الاوتفيت ليه في حاجه غلط. ده غير طبعا الكتمه اللي الشوز ده بيعملها وبيخليك تعرق جامد، وساعات بيحصل لك مشاكل في رجلك، خصوصا لو بتلبسها ساعات كتير هتحس ان انت مش طايق تكمل بيه اليوم. لو عايز بقى حاجه شيك اختار سويد لوفر خفيف من غير بطانه تقيله. السويد شكله اهدى واخف من الجلد اللي بيلمع، واللوفر بيبان جزء من رجلك فبيكون اريح
مريح وينفع جدا مع بنطلونات التشينو والكتان، خصوصا لو يومك كاجوال عايز سنيكر بيبقى لايق عليه برضه. حاول تختار حاجه خفيفه، مش هقول لك طبعا اختار حاجه فاتحه، حاول تختار حاجه يعني بني مثلا، بيج، حاجه كده. مهم جدا طبعا انك لو هتلبس لوفر تلبس نو شو سوكس او الشراب اللي هو بيكون الهيدن ده. وفي ناس برضه بيبقى عندها لبس في الموضوع ده، انه مش معنى ان الشراب باين فانت مش لابس شراب، ما لبست الشراب على اللوفر رجلك هتبوظ، فلازم تبقى لابس شراب مش هيبقى باين، لان اللوفر الديزاين بتاعه اصلا مصمم ان هو يبقى مش باين فيه شراب، فما تحاولش تلبس شراب طويل وتلبس عليه لوفر. اخر غلطه هتضايقك جدا انك تختار برفيوم تقيل في عز الحر. طبعا انا اتكلمت قبل كده برضو على البرفيومز اللي في الاماكن المغلقه اللي ممكن تضايق الناس، والبرفيومز الاحسن اللي ممكن تستخدمها في الاماكن المغلقه. ممكن يكون البرفيوم ده تحفه وبيجيب لك كومبلمنتس طول الشتاء، لكن اول ما هتستخدمه بنفس عدد الرشات في الصيف الموضوع بيتقلب ضدك، لان الحراره بتخلي العطور عموما ان هي تتبخر وتنتشر اسرع. فالنوتس التقيله زي العود والتوباكو والجلد والعنبر والفانيليا الشوجري حتى بتبان اقوى وممكن تخنق الناس اللي حواليك، خصوصا في العربيه او في المكتب او في اي مكان مقفول. وده مش معناه ان برفيوم الصيف لازم يبقى ضعيف او ان هو يختفي بعد نص ساعه ولا ساعه ولا حاجه، لكن اختار ريحه فريش وكلين وفيها سترس شويه زي البرجموت والليمون، او نوت زي الاكواتيك والجرين اروماتيك. ما تختارش على اساس ان هو اودو تواليت او اودو بارفان، لان التركيز مش هو اللي بيحدد اذا كان العطر المناسب للحر. المكونات وقوه الانتشار اهم بكتير. ابدأ بعدد رشات اقل، خصوصا لو هتفضل وسط ناس طول اليوم، لانك بعد شويه ممكن تتعود على الريحه وتفتكر ان هي اختفت، بس كل اللي حواليك بيكونوا شامينها كويس في الصيف. البرفيوم الشيك مش اللي بيدخل المكان قبلك، هو اللي بيتلاحظ لما حد يقرب منك. يعني من الاخر الشياكه في الصيف مش معناها ان انت تستحمل الحر عشان تحافظ على شكلك، والراحه مش معناها ان انت تنزل باي حاجه وخلاص. الفكره كلها انك تفهم يومك والجو اللي هتقابله وتختار كل تفصيل على الاساس ده. ومش لازم تغير دولابك كله، ساعات لون اهدى، فت اريح، شوز اخف، او حتى رشتين برفيوم اقل بيفرقوا جدا في شكلك واحساسك طول اليوم. وخليكم عارفين كده ان اشيك راجل في الصيف مش اللي لابس اغلى اوتفيت، هو اللي شكله مظبوط ومرتاح فيه من غير ما يبان عليه انه بيحاول وضاغط على نفسه. اتمنى طبعا ان احنا نتناقش في الكومنتس واعرف رايكم ايه في الكلام ده. لو حد عنده حاجات شايف ان هي ممكن تزيد على الحاجات دي يا ريت يقول لي، ولو حد جرب حاجات من الحاجات دي ونجحت معاه برضو يقول لي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واعملوا طبعا لايك لو الفيديو عجبكم، ده بيفرق جدا في انتشار الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وتيك توك، هتلاقوني بنزل حاجات جديده هناك كل يوم. سلام.